يعني أمريكا في نهاية المطاف هي تبحث عن مصالحها. هي أرادت أن تقاتل تنظيم داعش، وبحثت في حليفها المفترض في سوريا اللي هو المعارضة السورية، فلم ترى من يقاتل تنظيم داعش، ورأت أن هناك مبادرة كردية من تلقاء نفسها تقاتل تنظيم داعش، وطبعا أعجبتها التجربة واستمرت فيها. في النهاية السياسة يعني فيها مصالح فقط وليس عواطف، ولكن هناك رأي عام أمريكي شعبي أمريكي جدا متعاطف مع التجربة الكردية وتجربة قسد اللي هي أيضا فيها مكون عربي هام ومكون سورياني، في تجربة قسد في محاربة تنظيم داعش. وهذا ليس فقط من عواطف، هذا أيضا من إدراك بأن مصلحة أمريكا تقتضي الاستمرار بدعم وتمكين هذه التجربة. يعني أمريكا ما عم تتكلف كثير بدعم تجربة قسد وبتأمين نوع من الاستقرار في المنطقة، ولكن مكسبها كبير. هناك هزيمة ودحر لتنظيم داعش. هلأ بالمستقبل البعيد كيف سيكون المستقبل؟ أمريكا تتمنى اليوم أن يكون عندها حلفاء مقربين وموثوقين في منطقة الشرق الأوسط. اليوم في العراق أمريكا قواتها دائما تحت وابل من القصف الصاروخي من ميليشيات مرتبطة بإيران. هي في تركيا قاعدة إنجرليك ما عندها الحرية في التعامل والتحرك فيها. هناك الكثير من الخلافات مع تركيا، وهي بالمناسبة ليست فقط الخلافات حول الملف الكردي. وبالتالي هناك أمريكا نفسها ترى مصلحة لها مع قسد ومصلحة لها مع هاي التجربة. بالنهاية على قسد وعلى الإدارة الذاتية أن يطوروا مصالح مشتركة ويشعروا أمريكا أكثر أنه أمريكا لها مصالح هنا، مثل ما نظام الأسد اليوم أشعر روسيا بأن روسيا هي من تحتاج الأسد. يعني اليوم لما مثل ما حكينا قبل شوي أنه اليوم روسيا تشعر أن نجاحها في الشرق الأوسط مرتبط ببقاء الأسد، وبالتالي أيضا يجب قسد يعني أن يكون أهم موضوع عندها هي استغلال هذه المرحلة لأقصى حد لتطوير العلاقة وتحسينها مع أمريكا، وأيضا إرساء أكثر قدر ممكن من المؤسساتية، من المأسسة، من التنظيم السياسي اللي يؤمن ويرسخ لتجربة مستقرة مستقبليا. طبعا الفيتو التركي طبعا هو كان دائما حاضر. ذكرت ببداية الندوة أن تركيا في بداية الأحداث في سوريا كانت حتى تمانع أن يكون هناك إدخال يعني دورة ثقافية إلى شمال شرق سوريا. كانت تحاول أن تحيد هذه المنطقة يعني تحضرها تماما عن أي دعم أمريكي بحجة أنه المنطقة يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني. ثم تغير هذا الوضع، أمريكا تحدت تركيا إلى حد كبير. في النهاية تركيا حليف مهم، حليف في الناتو، تحدتها ودعمت عسكريا شمال شرق سوريا. الدعم السياسي طبعا لم يحدث، ولكن هذا هو المأمول الآن من إدارة جو بايدن، إذا كانت إدارة جو بايدن ستطلق جولة مفاوضات في جنيف. لأنه أصلا المفاوضات في جنيف وكل الحديث السياسي عن عملية تغيير سياسي هي أصلا لا تؤخذ بجدية في سوريا من قبل اللاعب الأساسي اللي هو النظام. هي مسألة لإضاعة الوقت. المعارضة ما عندها يعني من يمثل فعلا فكرة تغيير النظام. اليوم المعارضة، الأشخاص اللي تذهب من المعارضة لتمثل المعارضة في جنيف هي تمثل تركيا، هي لا تمثل المعارضة تماما، هي لا تمثل الناس اللي في دمشق وفي حلب وعندهم نظرة مختلفة عن نظرة تركيا. وبالتالي في ظل عدم أخذ كل المحادثات السياسية بجدية كبرى، الإدارة الأمريكية أيضا تتكاسل. ولكن هناك تحديات، هو التحدي التركي اللي كان يمنع إشراك الإدارة الذاتية بمحادثات جنيف. ولكن أعتقد إذا كان هناك أي تحرك نحو تنشيط العمل السياسي نحو سوريا، فإدارة جو بايدن ستضغط ليكون هناك إشراك أكبر للإدارة الذاتية.